من أكتر الأسئلة اللي بتتكرر، ابني المفروض يقول إيه في السن ده؟ وهل كده طبيعي ولا متأخر؟ الفيديو ده مهم جدا لأنه دليل شامل لمراحل تطور الكلام شهر بشهر، وهتعرفي إمتى نطمن وإمتى نبدأ نقلق. من الولادة ل3 شهور المتوقع بكاء بأنواع مختلفة، يهدى على صوت الأم، يبص للوش، يطلع أصوات بسيطة زي أو. المرحلة دي اسمها مرحلة الأصوات الغريزية مش الكلام. من 4 شهور ل6 شهور المتوقع المناغاة، با، دا، ما، إنه يضحك بصوت، إنه يلتفت للأصوات. المخ هنا بيتدرب على الأصوات. من 7 شهور ل9 شهور يبدأ يقول مقاطع مكررة زي دادا، بابا، يبدأ يقلد تعبيرات الوش، يبدأ يشاور، ينتبه لاسمه. دي مرحلة مهمة جدا قبل الكلام. نقلق لو مش بيشاور، مش بيقلد، مش بينتبه لاسمه. من 10 شهور لسنة يبدأ يقول كلمات زي ماما وبابا، يبدأ يفهم معنى كلمة لأ، يبدأ ينفذ أوامر بسيطة، يبدأ يشاور على اللي هو عايزه. المرحلة دي مهمة جدا في إنه يفهم أكتر من إنه يبقى عنده عدد كلمات. نقلق لو مفيش كلمات خالص أو مش بيشاور أو بيفهم. من سنة لسنة ونص المفروض إنه يكون عارف من 5 كلمات ل20 كلمة، إنه بيفهم الأوامر البسيطة، إنه بيقلد الكلمات، إنه يسمي حاجات مألوفة. نقلق لو ما بيقولش ولا كلمة أو مش بيفهم ومش بيشاور. من سنة ونص لسنتين المفروض يكون عارف من 20 ل50 كلمة، يعرف يربط ما بين كلمتين زي ماما تعالي، عايز أشرب، عارف أسماء أعضاء جسمه، بيعرف يطلب اللي هو عايزه. نقلق لو مش عارف أقل من 10 كلمات، إنه مش بيعرف يربط ما بين كلمتين، إنه مش بيقول جملة من كلمتين. من 2 ل3 سنين المفروض إنه يكون بيكون جملة من كلمتين أو 3 كلمات، إنه بيعرف يسأل أسئلة بسيطة، إن كلامه مفهوم للي حواليه، بيعرف يحكي اللي حصل. نقلق لو كلامه غير مفهوم، إنه بيقول كلمات منفصلة مش جمل، عنده عصبية شديدة عشان مش بيعرف يعبر عن اللي جواه. من 3 سنين ل4 سنين يكون بيقول جمل أطول، النطق بتاعه أوضح، بيعرف يحكي قصة بسيطة، بيفهم التعليمات المركبة. نقلق لو في أخطاء كتيرة جدا في النطق، إن الناس الغريبة مش بتفهم. من 4 سنين ل5 سنين إن يكون كلامه مفهوم بنسبة كبيرة جدا، إنه يكون بيعرف يعبر عن مشاعره، بيستخدم أدوات الربط، بيعرف يحكي قصة كاملة. نقلق لو لسه الكلام مش مفهوم، ونقلق لما يكون في صعوبة في تكوين الجمل. مهم جدا نعرف إن كل طفل وليه سرعته، وإن الفهم مهم جدا قبل الكلام، وإن الإشارة والتقليد أساس، وإن الشاشات ممنوعة جدا 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 وبتأخر الكلام، وما ينفعش نقارن طفل بطفل. دور الأم في كل المراحل دي مهم جدا. ما ينفعش تقعدي وتستني ابنك يتكلم لوحده. انتي بتعلمي ابنك الكلام باللعب والتكرار والوصف، وإنك تردي على أي محاولة يعملها ولا يقولها، وإنك تمنعي الشاشات. التأخر مش نهاية الطريق، والتدخل بدري بيعمل فرق كبير جدا في تحسن الطفل. وأكتر أطفال اتحسنوا كانوا محتاجين فهم مش خوف. اكتبيلي في الكومنتات عمر طفلك وبيعمل ايه من اللي قلناه، والفيديو الجاي هنتكلم عن إشارات الخطر في تطور الكلام. وما تنسيش تدعميني بلايك واشتراك.